نزلت لكم ستوري على الانستغرام، يعني مش الكل حيعرف، بس اللي ضايفيني على الانستغرام رح يفهموا. احمد شكرا، رح يفهموا. نزلت من شي اسبوع 3 ستوري عم لكم فيها انه حقدم لكم شي جديد يعني قريبا. طيب، وحطيت لكم بوكس انه احذروا شو هو الشي، ومن وقت لهلا القصة اختفت وما رجعت حكيت فيها. ولهلا حكيتي مرة انه في شي جديد حتقدميه وهيك، انه وينه وليش وكذا. صراحة هذا الشي اللي حقدمه كان خالص، يعني كان خالص وجاهز لحتى اقدم لكم اياه خالص، بس كنت عم بستنى شغلة وحدة لتزبط. يعني انا شو اذا احكي، بس حاول اركز الجملة بعقلي مشان ما اجيب العيد واحكي كل شي. ثواني بعرف حالي هلا بحكي لكم كل شي فورا. عم بستنى شغلة كنت لتزبط لتكتمل هي القصة 100%. طيب، واليوم اكتملت، يعني اليوم خلاص اخيرا اليوم اجاني ايميل انه اكتملت القصة وكله تمام. فبكرة والله متحمسة كتير، والله كتير. بكرة حتشوفوا الشغلة يعني اللي حكيت لكم انه حقدم لكم اياها بكرة ان شاء يعني. لا خلاص، لا لازم بكرة، لازم كل شي خالص يعني تقريبا 99% يعني نقول 99%. مالي حبيبة قلبي جايز، امان ضيفولي كل حدا دعم، امانة يا عمري انتو. لك جايز مش سفر شي حقدم لكم اياه، شي حتشوفوه، شي عني يعني، فهمتوا؟ فاخيرا بكره بينزل. والله اليوم لما جاني الايميل مش كنت ما عم تفهم والله قصدي شو. لما اجاني الايميل والله العظيم صرت هيك عن جد كتير يعني انبسطت صراحه. صار لي اسبوعين، يعني الاسبوعين القصه مش عم بحكي فيها انه ما يعني خفت ما تزبط، بس لما اجاني الايميل وهيك يعني باختصار كنت عم بستنى تأكيد لحتى اقدر انشر الشغلة بكرة. فاليوم جاي التأكيد، فهمتوا هيك. وكتير طول ليردوا لي خبر صراحة. عمري انتو مش توثيق ومش اعلان ومش شي، انا رح اقدم لكم اياه، شي حقدم. يلا بشكل هلا بجيب اخرتي حجيب العيد. ما فيني انشر اليوم لانه تاخر الوقت. قد ايه الساعة؟ 1:02 حتصير. فبكرة هيك يعني يمكن 8 هيك شي. متحمسة. هو شي ما عملته قبل. نحن سهرانين نشري لا خلص بكرة بكون الكل موجود احسن. وهلا ما بيكون عندي هلا تفاعل كتير.